عن المحيض، هذه خاصة بالمرأة. المحيض هو الدم العادة، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن صحة جسمية. يقول ربي سبحانه المرأة هذه عندها عادة، في تنتهي العادة لابد من اغتسال إذا ماء حقيقي، أو يتكلم عن أمر جسمي لأنها أمر مادي حقيقي وهي صحة جسمية. من بعد ما الله عز وجل يقول هذه الآية التي مضت، قل للمؤمنين يغضوا من أنفسهم ويحفظوا فروجهم، جسمية لأنها تتحدث على عدم وقوع في الزنا. الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا باش تاكلهم حرموا لأن جسمية، فاك لا تاكل هذا ولا تشرب هذا ولا تاكل هذا وتشرب هذا، صحة جسمية، أمر واضح. من بعد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ولا جنبا إلى عابر سبيل. من بعد يذكر الماء وتيمموا فاغتسلوا جسمية، أو يقول يلزم الإنسان يتطهر من النجاسات. من بعد شهر رمضان الذي على الأبواب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه فيها اثنين، لأن البداية على الصيام ولكن النهاية إن كنت ستمرض فلا تصوم فهي جسمية. في الأخير ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أو يقول ما تصومش، إذا الصحة جسمية، صحة جسمية، ولكن بدايتها فيها القرآن فيها الصوم وهي صحة نفسية. إذا هذه أكملنا أنواع الصحة. الآن نعود إلى بعض العناصر في الدرس. أولا كيف يحقق الإسلام الصحة النفسية؟ شحال كاين طرق باش نوصلوا للصحة النفسية هذه؟ كاين 3 طرق. أولا الفهم الصحيح للوجود والمصير، وهو الدنيا والآخرة، أي على الإنسان أن لا يقول نبقى في الدنيا ولا نخرج منها، فالدنيا هذه تزول وأنت ستزول وتموت. إذا الإنسان لابد أن يصبر في الدنيا، لابد أن يفهم أن يعمل الخير، لأن الأصل الآخرة والآخرة خير من الأولى. ولذلك فهم الوجود أي فهم الدنيا، فهم المصير أي فهم الآخرة، هذه هي الأولى. الإنسان الذي يفهم جيدا الدنيا ويفهم جيدا الآخرة، هذا الإنسان يعيش مطمئنا، أي صحته النفسية تكون جيدة، أي الإنسان هذا يكون عنده ما يسمى بالإيمان، عندنا يكون عنده الإيمان، هذه الأولى. الأمر الثاني كيف يحقق الإسلام الصحة النفسية. 2 وهو تقوية الصلة بالله وهو الإيمان. يقول واحد كيف تزيد يعني باطمئنان على الصحة النفسية؟ تقولوا بالإيمان بالله، بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالقرآن، بقراءته، أي الإيمان بالله، تقوية الصلة. كيف يتقوى الصلة؟ يتقوى بالإيمان، يتقوى بالعبادة، يتقوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يتقوى باش تزيد الصحة النفسية. أما الطريق الثاني التزكية بالأخلاق. كيف نصل إلى الصحة النفسية؟ يلزم الإنسان يزكي روحه، أي يكون عنده الصبر، لازم يكون مثلا عنده العفو، عنده الرحمة، يكون عنده الأخلاق هذه يطمئن. الأخلاق تجعل الإنسان مطمئنا، وهذه كاين آية يستدل بها تلميذ مثلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي الفلاح الدنيوي أولا وهو صحة النفسية، وهي تزكية، ومعنى تزكية تربية النفس بالأخلاق، تعودها انت عندك صفة ماشي مليحة لازم تنحيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة عدة مرات، مثلا يقول عمر بن الخطاب كان الرسول يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من مال، من الصفات الذميمة، صفات ماشي مليحة، أو يزكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لهم يلزم أن يكون في العفو، يكون الرحمة، يكون كذا، المؤمن كاذب، المؤمن صادق، المؤمن إلى غير ذلك. إذا هذه يسمى عن طريق التزكية بالأخلاق، هذه الصحة النفسية. إذا عندها 3 وسائل: معرفة الوجود والمصير، 2 هو الفهم الصحيح للوجود والمصير، الأمر الثاني تقوية الصلة بالله، الأمر الثالث التزكية بالأخلاق. نأتي إلى الصحة الجسمية. كذلك نفس السؤال يطرح: مظاهر العناية، كيف اعتنى الإسلام بالصحة الجسمية؟ هي 4 نقاط. النقطة الأولى الإعفاء من بعض الفرائض. واش معنى تاع الإعفاء؟ أي أن الله عز وجل
لم يكلفنا. انتبهوا لفضلكم، هناك من يزعجنا. العدد هذا يلزم كما يكون واحد يعني عنده القوه ويلزم يكون عنده تلميذ الصبر والتركيز. هذا انتم عندكم بكالوريا، انا ما عندي اي شيء، انا عندي الاجر عند الله. جيده حتى الجزوز هذاك ولا جبتوه مليح ولا ما جبتوش، المهم البكالوريا. جيده هذا هو الهدف. ولكن بماذا يعين التلميذ؟ يعيننا بالسكوت، السكوت والصبر. جيده السكوت والصبر. يصبر قليلا ينام. قال لي يصبر ينام. اللي يحب يعني يكون عنده نقطه مليحه يزيد يصبر معنا. ندخلوا في الملف الثاني. اذا نعاود نوليو ننتبه اليه، ننتبه، وخاصه نحن نريد ان التلميذ يستفيد سواء كان في الاول او في الاخير. لازم يسمع نعم. اذا نعاود نقول كيف يحقق الاسلام الصحه الجسميه. 4 طرق. اولا الاعفاء عن بعض الفرائض والتكاليف. قالنا انت المفروض تصلي، ولكن تصلي واقف، ما تقدرش باش الصحه تبقى صحتك. اجلس. انت قال لك يلزم تصوم، ولكن ما تقدرش تصوم. قال لك ما تصومش، فعدة من ايام اخرى. لا تصوم لكي لا تمرض، لا تزيد المرض. اذا اعفانا. الماء المفروض تتوضا، ولكن ما دام انت مريض تيمم. هذه يسمى عند العلماء هذا الاعفاء عن بعض الفرائض. اعفانا ربي، اعفانا يعني قالنا ما نديروهمش، المفروض نديروهم. اعفانا الله عز وجل عن بعض الفرائض. هذا الامر. اذا انت تتكلم على التيمم، تتكلم على صوم لا يصوم، تتكلم على كل ما تعرفه ان الله رخصك. قالت معليش انت ما تقدرش، معليش. 1. 2. الامر الثاني الوقايه من الامراض. قال ربي سبحانه لا تقتربوا الآيات ورأينا لا تقترب إلى المرأة في حالة العدة. أعلى فيه الدم، والدم نجس، لا تقرب إليه، لا تقرب. أعلى يا رب تدخل يوم الخميس، لأن المرض تمرض، فيه ميكروبات وفيه كذا ستمرض. لا تقرب. حرم علينا النجاسات، قال ما تاكلوهاش ميتة. ميتة ما تقربوهاش، ولا تشربوا الدم. علميا الدم هذا ميكروبات لا تعد ولا ما تقربش. إذا ربي باش يحافظ على الجسم تاعنا مظهر من مظاهر عناية القرآن بالصحة الجسمية أن الله عز وجل قالنا الوقاية من الأمراض. أي مرض يمكن يصيبك لابد أن تقي نفسك منه. 2. 3. الأمر الثالث تنمية القوة الجسمية. قالنا مارس رياضة، قالنا الإسلام كاين مثلا علموا أولادكم الرماية، السباحة، ركوب الخيل إلى غيره. هذه تقوية الجسم، تقوية الجسم. هذا 3. الأولى وهي الإعفاء عن الفرائض. الثانية مش قلناها الوقاية من الأمراض. الثالثة تقوية الجسم بمفهوم العصر. صح. 4. الأمر الرابع تطبيق أسس الرعاية الصحية. Il faut pratiquer quelques règles d'hygiène, de santé, هذه قواعد الصحة. وشنو من الوقاية؟ أولا الوقاية، لأن الوقاية أفضل من العلاج. 2. علاج. لو كان عندك مرض، المرض هذا لازم تعالجه. الأمر الثالث التأهيل. سي لا ريديكاسيون، تبقى شوية باش تمرض، ما تروحش تخدم مباشرة. وهذه موجودة. التروار هذه يدخلوا في النقطة الرابعة. ممنوع. كاين 4 مظاهر عناية بالصحة الجسمية. كاين 4. أولى، ثانية، ثالثة. الرابعة فيها 3 وهي تطبيق أسس الصحة أو الرعاية الصحية. ساعة تروح الوقاية من الأمراض قلناها. 2. العلاج. 3. التأهيل. العلاج تروح تجيب الشفاء وتقول ربي قال تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه الدواء. وقالنا تداووا في الأحاديث. إذن هذا يسمى العلاج. التأهيل أي بقاء الإنسان يسترجع القوة. في الدين تاعنا كله كاين على الأقل مثالين. أولا التيمم، على التيمم باش تبقى تعيش الطاقة تاعك، ما تروحش للماء، تبقى ربما تصلي في البيت حتى تعود القوى، وهذا يسمى التأهيل. يعاود
الجسم يتأهل إلى الممارسة. هذه انتهينا الصحة النفسية والجسمية. أما الفوائد انتبهوا، ننتبه. دائما الفائدة الأولى اعتناء الإسلام بالصحة النفسية، إذا كانت الآية نفسية. الفائدة الثانية اعتناء الإسلام بالصحة الجسمية. مثلا فائدة ثانية من مظاهر اعتناء الإسلام بالصحة الجسمية عدم الاقتراب إلى النجاسات موجودة في قضية الخمر والدم وكذا، تذكرها. في قضية الدم عدم الاقتراب إلى ما حرمه الله كالدم. هذه هي الفوائد. درس الثاني درس الرابع والخامس في القيام في منهج القرآن الكريم. فوائد نفسها. ننتبه. أول شيء يقول ما مفهوم القيام؟ القيام من كلمة القيمة، أي التي لها هدف كالأخلاق، مبدأ، مبادئ. القيم هي المبادئ، هي الأخلاق عندنا. يقول واحد لازم يكون عندك القيم أي عندك الأخلاق. إذن هي المبادئ بصفة عامة، هي المبادئ والأخلاق من كلمة الاستقامة، والاستقامة من الصراط المستقيم. إذن هي الأمور التي لابد أن تكون في الإنسان. قيمة، عندها قيمة. ساعة أزل اللي قارس ساعة أزل لها قيمة. القيام هذا هو التعريف تاعها، ويمكن أن تعرف كذلك بالأخلاق والمبادئ التي جاء بها الإسلام. إذن هذه سهلة. القيم كاين 4 أنواع. أسرية، فردية، قيم فردية، قيم أسرية، قيم اجتماعية، وقيم سياسية. إذا بصفة عامة كاين 4، وهي أمور من حيث يعني خروج قيمة فردية باش ما ينساش تلميذ، ما يتعلق بالفرد، ثم ما يتعلق بأسرته، ثم ما يتعلق بالمجتمع، ثم بالسياسة أي بين الحاكم والمحكوم، باش التلميذ لا يخلط هذه القيم. كاين 4 أنواع وعيد. تبدأ بالفرد. الفرد لابد أن يكون فيه أخلاق، ثم داخل الأسرة تاعو هو مع الزوجة مع الأولاد قيم أسرية، ثم يخرج إلى المجتمع فيخالط من ليس له علاقة نسب وليس من العائلة، فلا بد من قيم. ثم نبني الدولة، أي هناك قيم بين الحاكم والمحكوم. كاين أنواع من القيم 4. وفي هذه الآية انتبهوا، ذكر الله عز وجل هذه الآية الأولى. شوفوا هذه أعطوها بالبكالوريا، أعطوها جميع ظل على البحر. ينفقون في السراء وضراء. السراء حالة الغنى، الغنى كل واحد غني، حالة الغنى الذين ينفقون في السراء. الضراء حالة الفقر، ولكن تلقاه يعني كريم يخرج دينار 5 دينار ولو كان ليس غنيا. وضراء والكاظمين الغيظ الذي يكظم غيظه هي يغضب يصبر. والله ما نرجو خلي هذا لا أجيب معليش. الكاظمين الغيظ، الصبر عند الغضب، والعافين عن الناس، الذي يعفو كما قال يعفو على من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. قالت لا المؤمن كن لا بد يعني أن تعطي لمن منعك، ولا بد أن تعفو عن من ظلمك، ولا بد أن تصل من قطعك. تصل، هذا هو المؤمن. هذه إذا القيم. القيم هنايا ربي قال والله يحب المحسنين. طاعة، 4 قيم فردية. الصبر، العفو. في البكالوريا قيل له استخرجوا من الآية القيم الفردية، أو استخرج من الآية القيم وبين